المجتمعات البشرية تختار دوما من يمثلها، سواء كان بطريقة إرادية أو لا إرادية. فالمجتمع الظالم مثلا لا يختار إلا الظلمة وأعوان الظلمة والمتجبرون وأهل الطاغوت، فلذلك يقبل بهم ويجعلهم دوما في الصدارة ويصفق لهم وينتخب هؤلاء الأشخاص. والمجتمع الفاسد الذي يرغب بالبحث عن الحرية خارج النطاق الطبيعي للبشرية وخارج النطاق الطبيعي لما تآلف عليه البشر، تجد أن من يتصدر هذا المجتمع هم أهل العهر وأهل الأخلاق الرذيلة. فكيفما يرغب المجتمع يصدر من يمثله دوما، والمجتمعات المنهزمة دوما ترغب للأشخاص الذين لديهم شعارات براقة وتصدر أهل الشعارات البراقة والكلمات وأهل الخطابات الرنانة الجوفاء من الداخل التي لا معنى لها ولا قيمة، والتي دائما ما تعيش بلحظات دراما، وهذه الدراما هي دراما انهزامية دوما. فالمجتمعات البشرية هي التي تحدد معيار النصر واختيار النصر وتوقيت النصر وتوقيت النجاح وتوقيت التطور، وهي تختار من يمثلها ليقود هذه المجتمعات للنصر أو لرفع راية التطور والتجديد. المجتمعات هي المسؤولة عن ما يحصل الآن، سواء كان في الشرق الأوسط أو حتى في دول الغرب بشكل عام. فالمجتمع الذي يقبل بالهزيمة هو الذي يصدر المنهزمين، والمجتمع الذي يقبل الرذيلة ويقبل أيضا الدمار والخراب هو الذي يصدر جنرالات الحرب بشكل عام ويصفق لهم ويحييهم ويمجدهم وأيضا ينتخبهم. أتمنى لكم الصحة والعافية وراحة البال، والسلام عليكم.